أن نقص عليكم هذه القصة الواقعية. ربما بعضكم سمع بها، لا أدري، ربما بعضكم لم يسمع بها. مجموعة من الإخوة، ولا نريد الآن أن نذكر الأسماء بشكل واضح لما تعلمون، أورثهم أبوهم دارا كبيرة ذات مرافق، فتنازع الكبار منهم. الصغار طبعا لا علم لهم بحقيقة هذه المسائل، الميراث والمواريث ونصيب هذا ونصيب هذا ونصيب تلك، يلهون يلعبون ويأتمرون بما يشير عليهم به الصغار. اختلف الكبار أيها الإخوة، ماذا لك من هذه الدار؟ ماذا لي أنا؟ أين نصيبك؟ أين نصيبي؟ أين حدودك؟ أين حدودي؟ فانتهى بهم الأمر والعياذ بالله إلى أن شرعوا يهدمون الدار حجرا 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 حجرا، بل أكثر من ذلك، رفع بعضهم يده على أخيه وسال الدماء. أسوأ من ذلك، انتهى هذا النزاع بقتل بعض الإخوة لبعضهم. فالآن أيها الإخوة بعضهم يموت أو بعضهم مات والدار تتهدم. هل سمعتم بهذه القصة؟ أعتقد أنكم جميعا بلا استثناء ترونها الآن على التلفاز. ما يحصل في فلسطين وما يحصل منذ سنين في العراق هو هذه القصة. أولا أنا أريد أقول الله يستر على البلد وعلى كل بلدان المسلمين. والله الأيام دا أقرأ كتب، أنا جا تصدر الناس أقرأ كتب وأسمع شرائط وأسمع حكي هم من البعض، يعني حكي كله من وراء لوس انجلوس، من وراء رأسا تشعر أنه مشدود للنظر مباشرة. يعني الله يستر على وحدة المسلمين. يعني أكو جاي أسمع موجودة عندي الكتب والشرائط موجودة عندي، يعني شرائط صريحة جت تشيح بالناس خلي يذبح بعضكم بعض، وما أعرف أنا ليش غافلة عن الدولة، ما أعرف التعليل ما أعرفه. والكتب أيضا اللي جاي تصدر يعني إذا تقرأها يغلي دمك غليان غريب. أمر من محمد الصلب أعلى الله مقامه ومن العودة الناطقة بأن تقتلوا كل وحامل يد. يا ناس الله الله في وحدة المسلمين، أرجوكم ذولا هالناس البسطاء، هذا اللي فك عينه يا فلان فك عينه بالبيت وما يعرف أن شنو مذهبه، لما كبر شاف أمه وأبوه حنفية صار حنفي، شاف أمه وأبوه شوافع صار شافعي، شاف أمه وأبوه شيعة صار شيعي. هذول منهم إلى خلق راح استقرأ الأدلة وطلع الكتب وناقش النظريات وانتهى إلى رأي ناس مسلمين على الفطرة. الله الله في وحدتهم، الله لا يرحمكم برحمته. والله أنكم قتل ومجرمون، شهد الله وكفى أن هذه الكتب من ورائها أيدي مجرمة، هذه مهمتها أن تمزق وحدة المسلمين. أما المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين، وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين، فهذه المساجد يجب أن تهدم ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المساجد. نعم، هاي لعبة خطرة، أنا أحذر، هاي لعبة خطرة. انتوا جاي تشيلون قسم، يعني بصراحة اكو بعض الجهات جاي تدفع الشيعة الى ان تروحها باحضان ابليس. فالوهابي الارهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو او باخر من رجل دين او غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم. خطباء معاتيه لن أصفهم بأقل من هذا، والله معتوهون، والله وأنا أعلم برسول الله، والله إنهم معتوهون. يخرج على المنبر يا أخي تكريه، فقه تكريه، علم تكريه. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض،
اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وإمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان. سلط على شيعة العراق، سلط على شيعة العراق، أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا من أهلكت عادا وثمود، يا من أهلكت النمرود، يا من أهلكت فرعون، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة. المد الشيعي أيها المسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط. وانتظروا فقط كما قلت لكم أن ترتفع أو تنفرج قليلا، تخف قبضة السلطة في أي مكان عن هؤلاء المسلمين حتى تروا ماذا يفعل بعضهم ببعض. القتل والذبح وأكل الأكباد والقلوب والإجرام، والله أكبر والله أكبر. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم وعلى هذا الفقه وعلى هذه الطريقة. اليوم أخذنا قرية الحطوة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين، نحرنا رمزا من رموزكم السيء حسين الذي كان في الحطوة في دار الزور، اليوم نحرناه ونحرنا ولده معه. اللهم إني أبرأ إليك منهم وممن دفعهم وممن يدفع لهم. شيء لا يكاد يصدق. نرحب بالحوار مع اليهود والنصارى، أهلا وسهلا، حتى مع الملاحدة والكفار، أهلا وسهلا بالحوار. ديننا دين حوار، ديننا دين حوار، لكن ندعو إلى التعبئة والتجيش ضد الآخر المسلم الموحد من أهل لا إله إلا الله. لماذا؟ أحب أن أفهم لماذا وأنا مألوم ومكبوت وممرور. تعرفون لماذا؟ ببساطة وأنتم تعرفون، لأن العدو يريد هذا. أقسم بالله لأن العدو يريد هذا، وأقسم بالله مرة أخرى لأن العدو يدفعهم إلى هذا. لا يدفع هؤلاء السذج المغفلين من المشايخ وغير المشايخ، يدفع الساسة، يدفع السلطات الحاكمة أيها الإخوة، عندها أجندات سياسية تفرضها على إيه؟ على المفكرين والصحفيين والمثقفين والمشايخ البل، هكذا سأسميهم. لن أنعتهم بنعت أحسن من هذا. هؤلاء اليوم بل ليحمدوا ربهم، غدا سيظهرون على حقتهم مجرمون، سيظهرون مجرمين قتلة. يوم تدور المعركة ويذبح بعضنا بعضا سيقول العالم كله، العالم المسلم لعنة الله عليكم، أنتم الذين أردتم هذه النيران، لعائن الله عليكم إلى يوم الدين. أنتم الذين أحرقتم عالمنا الإسلامي، ضيعتم ثوراتنا، ضيعتم استقرارنا، أجهضتم نهضتنا. نحن إقليم يا إخواني، الشرق الأوسط، العالم العربي والإسلامي أكثر ما يحتاج، أنا أقول لكم، إلى الاستقرار، إلى الهدوء. لا استقرار ولا هدوء والتعبئة والتجيش والنفخ وتوفير الدم 24 ساعة في الفضائيات وعلى المنابر، على صهوات المنابر، حروب ما شاء الله، يمتطون منابرهم كأنهم يمتطون يا خيل الله اركبي، ليذبح الأمة بعضها بعضا. تبا لهم. يا سيدي، بلادي عاشت أكثر من 7000 عام، وعاشت قبل ذلك آلاف الأعوام، وهي واحدة متحدة. مصر لم تنقسم أبدا. مصر لأول مرة مهددة بالشرخ الداخلي بسبب هذه الممارسات الرديئة السيئة لمن يسمون أنفسهم بالجماعات الإسلامية. وأنا أود هنا أن أناشد الجميع حقيقة حفاظا على الإسلام ودفاعا عنه. نحن نتحمل خطأ أن نسمي هذه الجماعات بعد هذه الممارسات باسم جماعات إسلامية. نحن نرتكب خطأ شديد. الذي يمارس الإرهاب لا ينتمي للإسلام، أسميه اسم آخر، جماعات إرهابية، جماعات نابية. الذي يمارس العنف لا ينتسب للإسلام، أسميه اسم آخر. لما يمارس الإرهاب ويمارس العنف ويمارس القسوة ويمارس التعصب الديني وأسميه بعد كده جماعات إسلامية، نحن نتحمل خطأ. في بلادي يمارسون التعصب الديني الشديد ضد إخوة لهم في الوطن.
عن المتطرفين المسكونين بالكراهية والحقد والرغبة في التدمير. ما يهمنيش طبعا موضوع اللحى والإسلام، هذا كل ما لا يمكن أن أغتر به، لا يمكن أنا أغتر باللحية. حتى الماركسيين عندهم لحى كبيرة وكذا، كارل ماركس. ما يهمني أنا اللحية أو عنواني وأنا مجاهد وجاهد آيات، ما يهمني هذا. لا 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 لا، أنا يهمني أن أحلل سلوكك وأن أحلل خطابك وأن أحلل الأهداف التي تذهب إليها والنتائج التي يعني تنجم عن أفعالك ومسالكك. هذا اللي بيهمني أنا. هؤلاء بالذات أنا أفهم تماماً لماذا يكررون أنفسهم ولماذا لا يتعلمون الدرس ولن يتعلموه. لماذا طيب لا يتعلمون؟ تعرفون لماذا؟ مشكلتهم ليست في المعرفة وليست في العلم، إنه مش فاهم صح وإنه يمكن تصليح سلوكه بتفهيمه. لا والله، في معظم الحالات مش هذه مشكلتهم. طب ما هي المشكلة؟ مشكلة نفسية أخلاقية. ناس أيها الإخوة لديهم رغبة في القتل. في ناس عندها استعداد للجريمة يا إخواني، استعداد للجريمة، عنده الرغبة هذه، عنده قدر كبير من العقد، من الكره للناس، يكره الناس ويكره. لذلك هؤلاء من المستحيل أن تجده بساما طيبا حبيبا. لا لا لا، في شدة رهيبة يا أخي، شدة في النظرة، شدة في الكلام، شدة في الفعال، شدة عجيبة. ناس مسكون غير طبيعية من الكراهية، من الأحقاد، من السوداوية، من المرارات، يحبون أن يسيروا في هذا الطريق، طريق القتل والتدمير والتخريب. لكن ماذا يحتاجون؟ لأنهم مسلمون في أمور مسلمة، التبرير، الذريعة. وجدوها عند الشيخ فلان، أبو نص كم هذا، حتى بلا كم، شيخ إيش وأحباب إيش، فاهم حاجة هو؟ بيعرف يتكلم هذا، بيعرف يفسر، بيعرف فاهم حاجة يا أخي. هذا الشيخ أبو فلان، أبو عوسجة وأبو قتادة وأبو مرة وأبو سمر، شيء جنن. وجد له كتيبات صغيرة، منشورات في النت وتصويرات كرهونا حتى الممتع، أشياء كثيرة، شيء غريب يا أخي. وآيات قرآنية تتلى وكذا. قال لك هذا الشيخ قال لا. ريتشارد ميتشل أيها الإخوة، صاحب الكتاب الذي شرخ وغرب الإخوان المسلمون المعروف، ميتشل يقول: أنا قدمت تقريري للجنة العمل السري للCIA، وكتبت فيه لكي ننجح في غزو المسلمين فكريا علينا أن نصطنع هذه الوسائل، ومن ضمنها أيها الإخوة تعميق الفوارق الطائفية والمذهبية بين طوائف المسلمين. Tell you what. Now, to balance the scale, I'd like to talk about some things that bring us together. Things that point out our similarities instead of our differences. Because that's all you ever hear about in this country is our differences. That's all the media and the politicians are ever talking about, the things that separate us, things that make us different from one another. That's the way the ruling class operates in any society. They try to divide the rest of the people. They keep the lower and the middle classes fighting with each other so that they, the rich, can run off with all the fucking money. Fairly simple thing happens to work. You know, anything different, that's what they're going to talk about. Race, religion, ethnic and national background, jobs, income, education, social status, sexuality, anything they can do, keep us fighting with each other so that they can keep going to the bank. The Sykes-Picot 2 is an attempt to find a new way, a different way of dividing the Arabs so that the same project can continue into the 21st century, and maybe if they're lucky, that one will last 100 years too. And to continue the zoological metaphor, the elephant in the corner of the room, which I haven't yet mentioned, is sectarianism. The division of the Arabs, not this time between fake states, but the division of the Arabs into confessional, sectarian difference, which can become so profound if acted upon that it acts as a means of turning the Muslims against each other, of fighting even each other, of vying with each other to ally themselves with the Western countries that have come up with this plan. And I've got to tell you, the melancholy truth is that it's already beginning to look like the Arabs will fall for Sykes-Picot 2, just as so many of them did fall for Sykes-Picot 1. If they fool you for a second time, shame not on us but on
youth. How are they achieving this? First of all, by completely exaggerating the importance of the differences between Sunni and Shiite Muslims. These differences which exist are being exacerbated deliberately, are being worked on by men who don't even know the difference between Sunni and Shia, would struggle even to find a dictionary definition for that difference. But what they know is if they support the Shiites here, they can achieve their goals and objectives, and if they support the Sunnis here, they can achieve their goals and objectives, and even better, they can make the Sunnis in this country feel that the Shiites in that country and vice versa are their enemies. Then Eureka, you've done it again. As long as the Muslims are fighting each other, hating each other, fearing each other, they won't notice that their wealth is being stolen from underneath their noses, that their countries are being occupied, that foreign armies are literally present in their capital cities. Countries which didn't exist became flags to die for. People who once were Arabs from Bilad al-Sham were turned against each other on the basis of nationalities given to them by others, and within that of ethnicities and confessional and sectarian identities, which existed, of course, when this whole area was Bilad al-Sham, but which have been elevated to a point where they're worth dying for. أي فقه هذا يا أخي؟ أي فقه هذا؟ أي فقه؟ والله لو دفعت الملايين المملينة أقسم بالله لإنتاج مثل هذا الفقه وتسعى الأمة لتدميرها ما نجح هذا النجاح. لا إله إلا الله. لذلك أنا أقول لكم شوي سيبوا المشاهد اليومية المبتذلة والمشاهد العاطفية، وسيبوا حتى الحدث الراهن، وألقوا نظرة طائرة هكذا. شوفوا المشهد البانورامي هذا، حتشوفوا إنه هذا الخطاب الإسلامي بالطريقة هذه دمرنا في الجزائر، راح دمرنا في العراق باسم الإسلام. يعني راحت الجزائر باسم الإسلام، انتبهوا، مش باسم شيء ثاني. راحت العراق باسم الإسلام، صراع شيعي وسني شيء إلى آخره. راحت سوريا باسم الإسلام، ونصير وسني وكذا وإحنا وكذا وإحنا، وحتروح مصر لا قدر الله إن شاء الله، ما بتروح بإذن الله تعالى. حق لا إله إلا الله باسم الإسلام، يا ما شاء الله على الإسلام. وراحت أفغانستان وتدمرت وتذبحت باسم الإسلام. إيش هالإسلام العجيب هذا؟ وتقسمت السودان وانفصل جنوبها عن شمالها باسم ايه برضه؟ الإسلام. يا عين على الإسلام. إيش هالإسلام الفصيح هذا؟ إيش هالإسلام ما في حدا بيقف وبتساءل ما هو هذا الإسلام؟ من وراء هذا الإسلام؟ من وراء هذا الخطاب؟ إلى متى سنبقى هكذا صما بكما عميا؟ إلى متى؟ وكان المفروض الإسلام والخطاب الإسلامي والمشروع الإسلامي باستمراره على الدوام، والله العظيم ينتج النتيجة المعاكسة. أقسم بالله يكون حلال للمشاكل في الشعب الواحد يا إخواني، والله العظيم مؤلفا للقلوب بقلب القبطي على المسلم والمسلم على القبطي، الشيعي على السني والسني على الشيعي، وهذا صحيح، مقرر لحقوق الإنسان ومتقدما أن يكون الإسلام بخطوات على كل ما قرره الغرب والشرق ونقرر من حقوق الإنسان، لكن هذا ما حصل.